ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده الفوليه الحلوه دي البسيطه السهله، هنعملها بكل بساطه. خليكم معانا كده خطوه بخطوه، سهله وبسيطه. اول حاجه معانا عملنا الشربات، اللي هو كوبايتين سكر، كوبايه ميه وعصره ليمون، اديناهم غلوه على النار ونزلناهم ليبردوا. مش يبردوا قوي يعني. جبنا قالب وحطينا فيه كيس نايلون او ستريتش، دهناه بالزيت عشان ما يلسعش. اي قالب، علبة بلاستيك، اي حاجة، دهناه وخليناه جاهز اهو. معانا الفول بقى، جبنا الفول السوداني اللي هو حمصناه في الفرن، بقى محمص كده اهو، لونه ذهبي اهو، حلو قوي اللون ده كده، مظبوط خالص. هنضيف عليه الشربات اللي عملناه، يعني بالمقدار بالنظر كده هوت، من غير لان دول كده كوبايتين فول، حطينا عليهم في حدود نص كوباية عسل. والعسل لازم يبقى سخن، يعني مش سخن بيغلي، يعني سخن بس عشان ايه؟ يبقى يمسك في بعضه شوية عشان نعرف نقلبه، لكن لو بارد هيمسك في بعضه مش هنعرف نقلبه. ادي كده بنحط الاول شوية، وادي الباقي كده. كده كفاية، انا حاسة كده انه كويس. بصوا كده لما تقلبه كويس ازاي، او كده ماسك في بعض. بس بسيط جدا جدا، ولا مكلف ولا اي شيء. معانا هنا نقطتين من ريحة الورد عشان يديله ريحة، او فانيليا، بس ريحة الورد احسن، الفانيليا بنخليها للبيض. كده تمام. هنحطهم في القالب وهنسيبه في التلاجة لغاية يجمدوا كده، ومش هياخد وقت كتير لان بيمسك بسرعة. هو ابتدى حتى يبرد اهو، فمسك في بعضه كده تمام. هنضيفهم في القالب بتاعنا ونساوي الوش كده اهوت، وهيبقوا اخر تمام. ممكن تعمليها بكل بساطة وانتي قاعدة في البيت، احلى من حلاوة بره، واحلى ما تشتري الفولية دي من بره. ممكن تعمليها بنفس المقادير دي في السمسم، السمسم او جوز الهند، يعني هتبقى معاكي حلوة وبسيطة. الكيس ما فلحش معايا، هنستعمل السباتيولا، وعشان هتبقى هي ما يمسكش فيها الشربات، نمسك في الكيس معانا يا حبايب كده اهو زي ما انتوا شايفين. هنساوي الوش، هيطلع معانا ايه؟ متساوي وجميل جدا وماسك نفسه وحلو قوي. جربوها وشوفوا هتعملوها ازاي، امشوا على نفس الخطوة هيبقى معاكم حلو قوي. كانت معاكم مدام سعاد من مطبخ السندريلا. يا ريت يا جماعة، يا ريت يا ريت لايك وتعليق صغير منكم هيفرحني ويسعدني، واتمنى لكم كلكم يا رب كل خير. ادي كده خلصنا كل المقدار اللي معانا اهو، بسيطة جدا 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 وحلو خالص خالص خالص. انتي تبقي فخورة في مطبخك باللي بتعمليه، حاجات بسيطة وبتخليكي يعني ست بيت. الست البيت بتخترع اي حاجة. وادي معانا بعد ما خلص، شفتوا الحلاوة؟ شفتوا الجمال؟ يلا حبايبي، بألف هنا وشفا، جربوه وقولوا لي في التعليقات. تمام، يلا باي.